بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء يتجدد بالإخوة والأخوات في قصة مثل، ولفظ المثل هنا وداعة الله، قد واحد ولا اثنين. يروى في أصل قصة المثل أن الحاج صالح الجرادي كان واقفا على حافة سيل وادي الذاري في بلاد خبان، وقد أخذ السيل رجلا، فجعل هذا الرجل الغريق يصيح ويستغيث بالحاج صالح الذاري أن ينقذه. فقال له الحاج صالح الذاري هذا الكلام: وداعة الله، قد واحد ولا اثنين، أي مصيبة غرق واحد أهون من مصيبة غرق الاثنين أنا وأنت، لأنه كان من الصعب على الحاج صالح الجرادي إنقاذ هذا الغريق لشدة تدفق الماء واندفاعه وعجز هذا الحاج صالح الجرادي عن إنقاذه. فأصبح المثل يضرب في أن مصيبة واحدة أو على واحد أهون من المصيبة على اثنين، وله لفظ آخر: واحد ولا اثنين، أي مصيبة على واحد أهون من مصيبة على الاثنين. طبعا هذا من حيث معنى المثل وسياقه، وإلا فالشريعة الإسلامية تحث وترغب في إعانة المسلم وإنقاذ الأرواح ما استطاع المنقذ إلى ذلك سبيلا، والله الهادي لمن استهداه.